السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومشوار جديد من برنامجكم مشاوير. أعزائي المشاهدين، رجعنا إلى لحج، بالتحديد إلى الحوطة، ومشوارنا السياحي اليوم رحلة حول الحوطة. تعالوا معنا نفتتح الحلقة بالمشوار السياحي. ما تقترب من حدودها حتى يستقبلك النسيم محمل برائحة الفل اللهجي الفريد. هنا لهج. الأرض التي لم تبخل يوما بالخضرة، القلب الذي لم يتوقف يوما عن الغناء. نبدأ رحلتنا من الحوطة المحروسة بالله، عاصمة الفن والجمال. تأمل قصر السلطان العبدري الذي يقف شامخا يحكي قصص السلاطين، وتجول في أسواقها البسيطة التي تفوح منها رائحة الحلوى اللهجية الساخنة والكرم الأصيل. اخرج قليلا نحو وادي تبن حيث شريان الحياة يتدفق، وانظر إلى بساتين الحسين الشهيرة حيث تتراقص أشجار المانجو والموز على أنغام الطبيعة. هنا غنى القمندان أجمل قصائده، وهنا ذاب الشجر والبشر في حب هذه الأرض. الأول فضل محمد اللهجي، والثاني صلاح ناصر كرد، والثالث محمد سعد الصنعاني، والرابع حسن عطا، وهذا محمد علي الدباشي عاشق زري بن حافتنا، وهذا فيصل علي وعد شباب، هذا الأمير محسن بن حمد مهدي اللي هي هذا الجميل، هذا داؤوس سعيد باشا وعبد السمد الحنبلة وعبد الكريم توفيق، ذول عدم جهال في الخمسينات. هذا أحمد عبد الحسين الشاعر الكبير، هذا عبد الله هادي سبيت، هذا عبد الكريم توفيق وعد جاهل، هذا يسلم حسن صالح اللي قلنا أبا يا مهلا شهداء الحرد، هذا عبد الله خالق مفتاح بالعيون السود، وهذا عبد الله سالم بجاهل يا معذب في لوم أصبرك، هذا علي سعيد العود لما القايد حكلي، وهذا صالح نصيب قضيت العمر، وهذا أحمد يوسف الزبيدي. هذول هم عمالقة الفن الخلق. هلا يا معذب في الهوى ما أصبرك هلا ليت مظنونك لوعدك يستجيب، هلا كم ظن روحك وكم لا ينكرك، لو انت يا الولان سايل لك نصيب. في لحج للفن طعم آخر، استمع إلى الدندنة اللهجية التي تحكي قصة شعب يعشق الحياة ويرقص للفرح. هلا تقول العين دام يلكن، وقال القلب باه يعاندني وانا راضي وانا صبر عليه، مضى وقتي على الفاضي وكم لي ارتجي. هذا ورد الثاني. وفيصل علوي يسألك بالحب يا فتن جميل. سمعنا يا هذه حقنا وعد قال فيصل سألك بالحب يا فتن جميل، تجعلني تحت سلطانك دليل، ليه لما ستني عني تميل، انت قد اصبحت ضوي والدليل، وانت قد اصبحت ضوي بالحب يا فاتن جميل، تجعلني تحت سلطانك دليل.
رغم كل شيء هي أرض لا تعرف الجفاء، بل تنبت حبا في كل زاوية. رحلتنا في لهج ليست مجرد نزهة، بل هي عودة إلى الجذور، إلى البساطة، وإلى الجمال في أبهى صورة. لهج يا عبير الفل، يا نبض الفن الذي لا يموت. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم من جديد في فقرة مشوار الجواز. فقرتنا اليوم من جولة الكهرباء من حقيف بالتحديد. نفتتح الحلقة بالسؤال الأول. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. لا كذا بالك مستحي. عرفونا بأساميكم. دهيم محمد علي عبد الله. احمد مختار احمد فضل. أحمد ودهيم، صح ولا لا؟ معي لكم سؤال، اللي بيجاوبه صح بيفوز معي ب40,000 ريال يمني. حلو. حلو. السؤال يقول: ما هي الحوقلة؟ السؤال؟ ما هي الحوقلة؟ السؤال ثاني. ما في سؤال ثاني، هذا السؤال. لا من خارج. ما فيش. مش جاري شيء خالص. ما فيش. نشوف السابق آخر، خليكم معي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. عرفنا وش اسمك؟ وائل البكري. يا وائل البكري، سؤال تجاوب عليه صح فتفوز معي ب40,000. ما صدق. تمام. قول. تمام. لا. السؤال يقول: ما هي الحوقلة؟ الحوقلة على ما أعتقد إن هي قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله هي الحوقلة. على ما أعتقد والله أعلم. متأكد؟ إن شاء الله. ثبت؟ إن شاء الله. أثبت؟ إن شاء الله. ثبت. ثبت إن شاء الله. ما هي الحوقلة؟ قول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعزائي المشاهدين، الحوقلة هي لا حول ولا قوة إلا بالله. إجابة صحيحة. ألف مبروك، 40,000 ريال يمين قدام برنامج مشاوير. شكرا. ما تفرح بضحك شوي. أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى آخر سؤال معنا في هذه الحلقة، خليكم معي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما عليك تعمل كذا، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. عرفنا وش اسمك؟ محمد وسام. محمد أوسان. يا محمد أوسان، معي لك سؤال تجاوبه صح بتفوز معي ب40,000 ريال يمني. من هو النبي الذي لقب بذو النون؟ نوح عليه السلام. نوح. ليش نوح؟ نعم ليش نوح؟ كيف ليش نوح؟ ليش يعني قلت نوح؟ انا سالته الان. بدون نون. لا مش يوسف مالك. لا مش يوسف. اختار اسم. نوح ان شاء الله. نوح. آه. شنو عليه؟ قل لي ثبت. 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 على من؟ نوح. نوح. أعزائي المشاهدين، النبي الذي سمي بذو النون نوح عليه السلام. إجابة غلط. من هو النبي الذي يلقب بذو النون؟ يونس. ليش يونس؟ طارق. ها؟ يونس نبي يونس. يونس عليه السلام. يونس عليه السلام. أكيد. إن شاء الله. أثبت. ثبت. متأكد؟ إن شاء الله. أثبت. إن شاء الله. مصر. مصر. شنو عليه؟ قل لي ثبت. ثبت. ايش ما قلت لي؟ علي حسين حيدان. أعزائي المشاهدين، النبي الذي يلقب بذو النون هو يونس عليه السلام. إجابة صحيحة. ألف مبروك، 40,000 ريال يمني. صفقوا له. ألف مبروك. الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى سؤال آخر، خلوكم معي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ تمام والله الحمد لله. عرفنا اسمك؟ أحمد وهيب يوسف. طيب أحمد. أحمد معي لك سؤال. بتجاوبه صح بتفوز معي ب 40,000 ريال يمني. إن شاء الله بإذن الله. السؤال يقول: من الصحابي اللي كان يعد من العدائين في عهد النبي وكان يسابق الخيل؟ بقريه سابق الخيل. عمر بن الخطاب على متى صح؟ مدري. ما مساعدة نطلب صديق. تعال يا يونس. تعال يا صديق. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. اسمك؟ يونس أنيس. يونس سمعت السؤال؟ أيده. من هو الصحابي اللي كان يعد من العدائين في عهد النبي وكان يسابق الخيل قريا؟ والله أعلم إنه عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. والله أعلم. اكيد. أنا أقول لك عن اللي عندي إنه عبد الله بن مسعود. لكن تشوف انت اجابته؟ لا بعده غلو استعنا بصديق. تعرف عبد الله بن مسعود؟ إن شاء الله. منو؟ صحابي قليل. تعرف الصحابي بس منو؟ عبد الله بن مسعود منو؟ أقول لك عبد الله بن مسعود. من عبد الله بن مسعود ما جاوبه. صحابي. ايوه. منو؟ ايش هو عبد الله بن مسعود؟ والله شفنا أنا بالدين الصواب. وصفاته إنه كان دقيق الساقين. إنه كان لما كان يطلع فوق الشجرة كان يضحكوا عليه بعض الصحابة إنه كان الساقين حقه نحاف ضعاف. صحيح. بس مش هو للاسف اللي كان عداء ويسابق الخيل بالقري. شرفت بكم. عيد مبارك كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. عرفنا اسمك؟ يوسف. يوسف من؟ يوسف الصيني، يعرفونه يوسف الصيني. يعرفوك بيوسف الصيني. ليش يقول لك الصيني؟ ليش تقولون له الصيني ليش؟ ليش تقول الصيني؟ له 10 سنين الاسم. لا 10 سنين. طيب معي لك سؤال. من هو الصحابي العداء اللي كان يسابق الخيل قريا في عهد النبي؟ جاوبوا ذون ولا لا؟ دري؟ لو جاوبوا يعني بيسألك نفس السؤال. والله ايش؟ مشيش اقول اسمه ما ليش دخل ما اعرفش والله. ما تعرفش؟ سؤال غير السؤال يمكن اعرف سؤال ثاني. اي هذا السؤال واخر سؤال في البرنامج كامل. ايوه هذا اخر سؤال غدا. ايوه. في كل الحلقات هذا اخر سؤال. ما اعرفش والله. ما فيش اجابه. حظوفك حبيبي. أعزائي المشاهدين، أنا السؤال هذا ما حد رضي يجاوب عليه. ولاقيت الأخ وجلست معاه دردشت. طلع اسمه زي اسمي. عرف أنا باسمك وعرفه باسمه. سالم وليد بن سلم. سالم. أنا أي واحد اسمه سالم يفوز. سبحان الله. هو اسم فيه بركة كذا من زمان. متأكد من هذه المعلومة؟ يقولوا والله أعلم. يعني نحن نشوف على ما قالوه. على ما قالوا. تشوف في حياتك هذا كم عمرك؟ أنا ما أشوفش. أنا طبيعي ما أشوفش. أي واحد سالم قعمة. سبحان الله. شوف نظارات. طيب يا سالم معي لك سؤال. جاوبه صح وشيل مني ال40,000 هذه وخلينا أروح. سأل. تمام. إن شاء الله. السؤال يقول: من هو الصحابي اللي كان يعد من العدائين في عصر النبي وكان يسابق الخيل قريا على الأقدام؟ دخلت لي بعصر الصحابة على طول. أيوة على طول. ثاني أنت كذا ما أعطيتليش أي أوبشنات كذا. ما فيش. أنت مش ثاني بيت لي آخر حاجة. واسمه قريب من أسامينا. اسمه غريب من أسامينا. سلمى. طب هب لي خيارات يعني ساعدنا. أنت قربت. تواقي واسمي زي اسمك هب لي قربت. اوبشنات. وهو صحابي. سلامة صح. ابن من؟ ابن من هذه. قرب لي. ابن سلامة. كي في كاف. الأكواع. طب مش أنا أنت سلامة سلامة
باقي حرف وبيتقال على طول. هي الكاف على طول ولا قبل ولا بعد؟ طب خيارات، مش معقول ما خيارات. حق شوف بعد غششت حد في البرنامج هذا 21 حلقه ما غششت حد كذا. ما انت مش حتى خيارات ما فيش. خلينا نعطيك سلامه. ابن الاك الاك ايش اللي بعد؟ الاكواع. ثبت. الاكواع صح؟ ثبت ما مش تغيير اجابه. سلامة الاكواع. الاكواع. سلامه ابن الاكواع. سلامه ابن الاكوع. ان شاء الله باذن الله. ثبت. ماش معي غيره. اعزائي المشاهدين للاسف يعني انا اشرويك ان اجابتك كانت للاسف يعني للاسف صحيحه. الف مبروك. 40,000 ريال يمني. سلمى بن الاكوع كان من العدائين او يعد العداء الوحيد في عصر الرسول وكان يسابق الخيل قريا على الاقدام. اعزائي المشاهدين ننتقل الى فقره اخرى. خلوكم معي. خلوكم معنا. السلام عليكم. كيف انت؟ الحمد لله. ايش تبيع؟ بليله وبطاطا حمار ورق عنب مكرونه. كروينا. هذا البطاط. ما شاء الله. ايوه. هذه المكرونه. هذه مكرونه. ايوه. هذا الورق. ورق عنب. وهذه البليله. وهذه البليله. بليله بالبلوكي. بس هذه الان البضاعه معك هذه كلها؟ بس هذا. انا قضيت الساعه 12 تقريبا صح ولا لا؟ باقي 4 ساعات للفطور للسحور قصدي. من بيشتري منك هذا كله؟ الان تبدا الحركه. الان تبدا الحركه؟ كم لك هنا تشتغل؟ والله من بدايه رمضان. من بدايه رمضان. ومن قبل؟ لا. ما كنت تشتغل؟ هذه حقك ولا شاقي؟ لا مع واحد اللي هناك. منو؟ نهدي واحد اسمه هناك النهدي. النهدي. وانت من فين؟ الغلوعه. من القلوعه. لا من القلوعه لما تقدر تشتغل. شو نسوي؟ ليش تضحك؟ ليش فرحان كذا؟ فرحان. انا شفتك ضبحان جالس من اول هنا ما حد يشتري منك. لا الحمد من متى وانت جالس هنا؟ الساعة 9:30. من 9:30 لما 12 كم بعت؟ والله بعت واحد بطاطا حمار. بس واحد بطاطا حمار بس بكم؟ ب1000. ب1000 فقط لا غير. الان هذه مش حقك انت شاقي. كم يعطيك يومية؟ والله على حسب 4 و5 5. تدرس؟ ايوه. فين؟ مارب. درست مارب؟ ثانوية؟ كم؟ صف اول ثانوي. ابوك موجود؟ الحمد لله. اخوانك؟ الحمد لله. ابوك ايش يشتغل؟ اشتغل خاص. خاص. ايش يشتغل؟ والله وكيل يعني وكيل ماسك الواحد عمارة حارسي. ايوه. بس. فقط. طيب ساكن بيت ملك ولا اي قاعد؟ لا ملك. ملك. الحمد لله. الحمد لله. طيب قلت الان لما تشتغل فين تدي الفلوس؟ ادي له. لا حقتك 4,000 اللي يعطيك اياها يوميا. هك باش اشتري لي بدلات. العيد. ما تعطيش امك وما تعطيش ابوك؟ الا اذا ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله. الا ان شاء الله ولا بتعطيهم؟ ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كم معك اخوان؟ 2 واحد صغير وواحد اكبر مني بسنة. ليش خايف؟ طبيعي خليك طبيعي. طيب معك 2 اخوان. ابوك قلت لي يشتغل وكيل على عماره. صح يعني حراسه وكذا وكذا جمع ايجارات يعني بس الراتب عايشين على هذا الشيء. حق ابوك كم يعطي تقريبا شهريا؟ من؟ يعطي ابوك راتب؟ والله ما انا داري انه 100,000. 100,000 كيف فيكم؟ ان شاء الله الواحد والحمد لله. الحمد لله. طيب ليش ما تسوي لك الشغل الخاص في بك؟ انا اسف باشر عليك العامل حقك بس انا نسأله ليش ما تسوي لك الشغل الخاص في بك؟ ايش نسوي؟ ماشي حاجه اللي نسويها يعني بس خاصه في بك حاجه تبيع فيها كشك. ما فيش المقدره اللي نسويها. ما فيش مقدره. طيب تكمل دراسه صح؟ ايش تدرس؟ ايش تدرس كلية جامعات. ايش تدرس في التخصص؟ والله عاد ما فيش. عاد ما فيش. عاد انت تفكر بس كيف تطلع لقمه عيشك. الحمد لله. قلت لي اسمك؟ خالد محمد. خالد محمد.
طيب يا خالد انا شي طعم، من كم تبيع البطاطا ابو حمر العلبه؟ والله في ب1000 في ب1500. ولا ورق عنب؟ 3000. 3000. طيب انا اشتري مطيبه بطاطا حمر. والبليله من كم؟ 1005 وفي ب2000. طيب اشتري مطيبه ب 100 ريال أزل. وتسوي لي فيها؟ في صايح عليك وفي خصوم عليك بناقرك. يا لا عادي. عادي طبيعي. عادي. طبيعي. ب 100 عادي. مطيبه كامل. يلا سوي لي مطيبه. ماشي سنتين. طيب أعزائي المشاهدين، قال بيسوي لي مطيبه ب 100. انا شو كم بيسوي لي؟ مش عشان الكاميرا ها؟ لا زي أي واحد. زي ما تسوي اي واحد. واذا طعمه شمات بحاسبك. عادي. خلاص كذا لا تغطيهاش. هات لي معلقه وتعال بناكل انا وانت. هات معلقتين. لي ولك. يلا تعال. بس شوف انا في قولون لو يلهب لا ما انت خاسر انا وانت. آخر يوم. الحمد لله. اكل قبلي. اكل قبلي. يلهب ولا لا؟ حسب نقطة بس ها؟ عندك. يا اخي يلهب. يلهب بالعافيه كملها. بكم انا اشتريتها منك هذه؟ 100. ب 100. طيب 100 ريال. هذه 100,000. هذه لك. هذه 100,000 قيمتها. هذه لك مالش دخل صاحب البسطة. هذه لك. هذه 100,000 قيمتها. تمام. مالك سكت انعقم. عدنا مكملين. عدنا نهدر. سدينا على النت بغنا. طيب هذه 100,000. انا قلت لك 100 ريال. انا قلت لك 100. بس 100 ايش؟ حدث. 100 ايش؟ قلت لك 100,000. شو؟ تمام. طيب الان نجي نتكلم من صدق. الان انت هنا تشتغل وشغل انت مكافح وشيء حلو انك تشتغل عشان تساعد امك وابوك بالمصاريف. طيب اكتشفت ولا هذا؟ الحمد لله. شليت بدلة العيد. اخوانك؟ الحمد لله. امك؟ عادي. ابوك؟ عادة. طيب امك وابوك كم يشيلهم حق الكسوة؟ والله على ولا بتعطيهم هذه ال100؟ ان شاء الله. بيكتشفوا فيها؟ لا هذه لك. هذه لك. امك وابوك كم يشيلهم حق الكساء؟ والله على حسب السوق. كم يعني يشتغل؟ والله ما داري. 100. داري ان شاء الله. جيبهم. ان شاء الله. ها؟ والله ما داري. ليش انصدمت كذا؟ تكلم رجع طبيعي زي ما كنت. نعم. ها؟ والله ما داري. على السوق طالع تعرف الاسعار وكل شيء على رخص. طيب لو اشتغلت الان احنا 19 رمضان ليله 19 الى العيد بتطلع يعني كم يعطيكوا قتل يوميا؟ 4 و5 5. يعني تقريبا 40,000 بتكفيك كساء لامك وابوك؟ لا. ليش؟ غالي. لا مش حق. ما بتجيبش حتى شميز الان. والله 100 سعودي الشميز القرم. الدنيا غاليه. وعملتنا للاسفل. ايوه. لو ربي فتح عليك وفي حد وفر لك عمل ما تشتغل بس اهم شيء دراستك. صح ولا لا؟ طيب وانت الان تبيع بطاطا ابو حمر وتبيع بليله وورق عنب وكل شيء، انت شاقي هنا. طيب انا طعمنا البطاطا ابو حمر طلع يلهب، ايش بليله؟ لو البليله تلهب ما نتضارب هنا. لا البليله انا اسوي لها شيء حار ولا لا؟ طيب اشتري بليله بس ب 100. لا 100 ريال من صدق مش 100,000. خلاص هذه 100,000 اكيد مره واحده تجيب البرنامج. تمام. اشتري بليله. قليل بس كفايه هذه كفايه. ايوه بس زوي مي ولو تسوي لي شوي يعني. ايوه بس كفايه. مخلل قليل بس كفايه. سويت لها انتباش قليل بس. ايوه كمان نفس الشيء. اذا طعمها ما عجبناش رغم ان انا سعببت انا وانا اشوفك تسويها، اذا طعمها ما عجبناش ما بحاسبش. فاصل. يلا كل معين.
كل معي اليوم خسرتكم معالق. يلا بسم الله. هذه كانت طعمها لذيذة ما شاء الله. من كم تبيع هذه؟ والله ب 1005 وفي ب 2000. هذه بكم اللي الآن سويتها لي؟ 1005. 1005 ب 100. 100 لا تخلصناش، انا قلت لك ب 100 ماليش داخل، انت قبيلي عادي عادي. وتقبيل. قول ساكن بالقلوعة قلت لي. لما الساعة كم تجلس تشتغل هنا؟ ما طلعت. وتروح الساعة 3 تلاقي مواصلات؟ اه تطلع باص. بكم تطلع باص؟ 5. 500 وتجيب 500 وحقتك المشقاية 4 و5 منها 1000 مواصلات. ولما تجلس هنا تشي تاكل لك حاجة ولا شيء؟ لا انا جوعت يبلي ويقول لي روح كل. يعطيك فلوس. يعني جزاه الله خير. منو صاحب البسطة؟ محمد النادي. جزاك الله ألف خير. فين موجود؟ كان هنا واختفى. جزاه الله ألف خير. طيب اللي انت تسويه شيء حلو وانا باكلها. انت ما تجي تاكل انا باكل. اللي تسويه شيء حلو وجميل ان الشباب يدرسوا. اهم شيء عندك الدراسة، واهم شيء انك في وقت الفراغ تستغله انك تساعد اهلك. هذا كفاح مش عيب ولا شيء. فعشان كذا انت كنت معنا بطل حلقة اليوم من برنامج مشاوير، وانا اشتريت منك هذه 100 صح؟ هذه 100. هذه كسوة امك وابوك 100,000 ثانية. تمام كذا؟ خلاص مالك؟ تمام. هذه هدية من البرنامج. هذه لامك وابوك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الآن خلاص اشتغل والباقي لك حق العيد. بس اهم شيء تساعد امك وابوك. واصل. حلو. حلو. قلت لي اسمك مرة ثانية؟ خالد محمد. أعزائي المشاهدين، خالد محمد كان بطل حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم مشاوير في فقرة مشوار الخير. شخص مكافح رغم صغر سنه، لكن مكافح، يدرس وقت الفراغ يروح يساعد امه وابوه. واشكر صاحب هذه البسطة اللي اعطاه فرصة النهدي. شكرا لك. طبعا مكانه هنا بالحجاز صح؟ مالك سكت، مالك خفت؟ تمام. تمام. ستر امام قصر التحف والهدايا صح؟ تعالوا ادعموه، شاب مكافح، واتمنى اي حد حابب يدعمه يلاقي له شغل اخر ما شاء الله عليك حقك الموظف، ولا يسوي له مشروع خاص يتواصل معنا. خالد محمد شخص مكافح ومن اسره مكافحه رغم صعوبه الحياه، لكن ما يستسلموش للحياه، مكانهم يعافروا فيها. بالأمل عيشها وحال